سبق الإنذار. مع سبق الإنذار توجه عزة إسماعيل. المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر، برحب بحضرتك وكل عام وحضرتك بخير يا فندم. أهلا وسهلا وكل سنة وانت طيبة، وأشكرك على هذا اللقاء. نحن لا نتحدى ولا نعاند ولا نكابر، نحن جميعا أمام هدف واحد يجمعنا، ألا وهو مصلحة وطن. والتاريخ لن يرحم أحدا أمام مسؤولية مهنية عظيمة ترتقي وتتفوق بها الأوطان، وأيضا ينهار بسببها الأوطان. هل هو إنذار من سيادتك لمن يهونون من مهنة المهندس على الرغم من أنها مهنة أمن قومي؟ هو إنذار للي يتهاون في حقوق هذه المهنة، هو ده الإنذار اللي احنا بنوجهه. قرار تشكيل لجنة استشارية متخصصة من الخبراء لإعادة إعمار قطاع غزة وتطوير البنية العمرانية التي تم تدميرها بالكامل بالشكل الأمثل ودون المساس بسيادة الفلسطينيين على أراضيهم، والتي ترتكز على إعادة إعمار القطاع في وجود سكانه. قلتها صراحة، التهجير فكرة مرفوضة هندسيا. تصريح من سيادتك أعلنته نقابة المهندسين المصرية، هل يعتبر إنذاراً لمن نادى بإخلاء قطاع غزة من السكان أثناء إعادة إعماره وبنائه؟ هذا ليس بإنذار، ولكنه تصحيح لجهالة تم الاستعانة بها. جهالة رئيس أكبر دولة في العالم أن يقوم بهذا الكلام، هذه لا أستطيع أن أقول إلا أنها جهالة، لأنه يعلم جيدا أن هيروشيما التي ضربت بالقنبلة الذرية الأمريكية أصبحت اليوم من أكبر المدن العالمية، ولم يتم تهجير مواطن واحد من أبنائها على الرغم من الدمار الشامل الذي أحاط بها. إذن ما قامت به نقابة المهندسين هو تعبير عن دور للنقابة واضح وصريح. نقابة المهندسين هي النقابة العريقة التي تتحمل مسؤولية العمل الهندسي في مصر، وبالتالي كان هذا التصريح وهذا القرار من النقابة واضح تماما. انطلاقا من هذا الشعور الوطني والقومي كان لابد ان احنا نعلن تشكيل هذه اللجنة، وطبعا معنا استعانة بزملاء من المهندسين الفلسطينيين الموجودين في غزة والموجودين خارج غزة، وأيضا مهندسين العرب متمثلين في نقابة الأردن، والجميع بيعمل على وضع تفاصيل الخطط الاستراتيجية لهذا الإعمار. في تصريحات حاسمة من حضرتك بشأن التعليم الهندسي والدبلومات وجهت إنذاراً قلت فيه مفيش مهندس ب58%. فهل صدور قرار المجلس الأعلى للمعاهد الخاصة الصادر بتاريخ 7 من شهر مارس الجاري 2025 والذي نص على ضرورة اجتياز الحاصلين على الدبلومات الفنية لاختبار معادلة الدبلوم الفني بشهادة الثانوية العامة قبل الالتحاق بالمعاهد الهندسية الخاصة، هل جاء هذا القرار حاسما لهذا الإنذار ومؤيدا لقرارات نقابة المهندسين المصريين؟ هذا إنذار للجميع. احنا كنقابة مهندسين خدنا القرارات للصالح العام. القضاء أو المجلس الأعلى مؤخرا أيدنا في بعضها، وإن شاء الله في باقي الإجراءات يكون المجلس الأعلى للتعليم أيضا بياخد هذه الإجراءات السليمة. التأخير في إصدار هذا القرار كان له آثار سلبية شديدة جدا على مهنة الهندسة وعلى أوضاع المهندسين في مصر. غير معقول أن يكون هناك مهندس خريج معهد أو كلية هندسية وحاصل على ثانوية عامة علم رياضة يتساوى مع آخر لم يحصل على الثانوية عامة علم رياضة، حصل على دبلوم فني ولم يعادله، أي لم يحصل على المواد المؤهلة للتعليم الهندسي. وهذا الاستثناء كان استثناء باطل أضر بالمهنة كثيرا، والجميع يعلم أن المهنة اهتزت قليلا في الفترة الأخيرة نتيجة هذا التساهل في التعامل في هذه الملفات. المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر،
وجهت إنذارا لمن يرفضون ويعترضون على نظام تطبيق الجودة ومعاييرها في كل الكليات والمعاهد الهندسية، ومن الذين يصرون على زيادة أعداد المتقدمين للتعليم الهندسي دون وجود البنية المتكاملة في الكليات والمعاهد الهندسية ليتخرج فيها من هم خارج المستوى المهني المطلوب. في رأي حضرتك لماذا هذا الرفض والاعتراض على تطبيق نظام الجودة الذي فيه استفادة للبلد بأكملها من قبل البعض؟ نوع من الاستسهال، نوع من الرغبة الملحة في التكسب المادي، هي دي اللي أوصلتنا إلى هذا الوضع. هذا إنذار للجميع. كل الكليات الهندسية الخاصة لابد أن تلجأ إلى هيئة ضمان الجودة للاعتماد. مفترض أن يكون كل الكليات والمعاهد تحصل على اعتمادها في خلال 2-3 من 2007. يعني بقالنا أكثر من 15 سنة لا نفعل هذا القانون اللي هو قانون رائع جدا. النقابة لن تكون أداة صورية أو شكلية للحصول على عضويتها، وطوابير البطالة التي أطاحت بمكانة ومهنة الهندسة والمهندسين لن تتحقق إلا بالاهتمام بالتعليم الهندسي. انذار وجه من المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، ترى لمن؟ لابد ان احنا نتصدى للشكل الصوري. ليس معنى ان اي واحد بيتخرج من كلية او معهد انه يصلح للانضمام الى نقابة المهندسين. لابد ان تكون في مجموعة اخرى من القواعد يضعها مجلس نقابة المهندسين. ومن هنا فإن احنا طبعا بنلح وبنطالب بتعديل قانون النقابة حتى يتسنى للنقابة أن تكون سيدة موقفها وصاحبة الرأي في تحديد المهندس وطريقة رقيه في مهنة الهندسة. المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر، شكرا جزيلا لحضرتك. كل عام وحضرتك أكثر نجاحا وتوفيقا، ورمضان كريم يا فندم. متشكر جدا على إتاحة هذه الفرصة، وكل عام وأنتم بخير ورمضان كريم، وإن شاء الله مصر في أحسن أوضاعها بإذن الله دائما. مع سبق الإنذار، مع سبق الإنذار وجهت عزة إسماعيل.